عائلة زكي مراد، قصة أشهر عائلة يهودية في تاريخ الفن المصري. زكي أفندي مراد أو زكي مردخاي من مواليد مدينة الإسكندرية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، لأسرة من اليهود المصريين تجار الأقمشة. كبر زكي مراد في تجارة الأقمشة، ولكن موهبته بدأت في البزوغ من خلال ما كان يردده لعبد الحمولي ومحمد عثمان. انتقل زكي أفندي للقاهرة وقرر تعلم الموسيقى والغناء، فالتحق بالمعهد الأهلي للموسيقى الذي أسسه سامح أفندي الشوى ومنصور أفندي عوض. رشح منصور أفندي عوض الذي كان مستشارا لإحدى شركات الإسطوانات الشاب زكي مراد لهذه الشركة، فسجل أول اسطواناته، وكانت قصيدة أراك عصي الدمع من ألحان عبد الحمولي. لاقت هذه القصيدة نجاحا عريضا بصوت زكي مراد، ولم يكن بعد قد اعتلى خشبة أي مسرح، ولم يواجه الجمهور في أي حفل عام. بعد هذا النجاح تهافت متعهدو الحفلات على المطرب الشاب، وخاصة المتعهد إبراهيم رشو الذي توطدت علاقته به، فزوج ابنته لزكي مراد المطرب الجديد، وأنجب منها 3 بنات هن ليلى وملك وسميحة، و3 أبناء هم زكي وإبراهيم وموريس الذي أصبح منير مراد. أصبح زكي مراد فارسا من فرسان الغناء في بداية العشرينات، وفي عام 1910 أصيب الشيخ سلامة حجازي بالشلل، وقد عهد للشاب زكي مراد بأداء أدواره المسرحية تمثيلا وغناء. اختاره فنان الشعب سيد درويش للقيام بدور سيف الدين في أوبريت العشرة الطيبة، وكان من إنتاج نجيب الريحاني الذي لم يشارك في تمثيله. وشارك أيضا في بطولة مسرحية كليوباترا ومارك أنطوان بديلا عن محمد عبد الوهاب، بعد أن اختلف عبد الوهاب ومنير المهدية. امتلك زكي مراد صوتا رخيما له قدرات تطريبية عالية، كما كان متأثرا في غنائه بأستاذه عبد الحي حلمي. وفي نهاية العشرينات سافر زكي مراد في رحلة فنية طويلة إلى أمريكا، ربح منها أموالا طائلة، وعندما عاد وجد أن جمهوره قد نسيه، فجلس يكتر ذكرياته وأمجاده الغنائية. وكان عزاؤه أنه أنجب 3 مطربات، منهن المطربة ملك مراد التي هاجرت إلى أمريكا، وكانت تغني للجاليات العربية أغنيات أم كلثوم، وطبعتها على اسطوانات مستغلة عدم توقيع أمريكا على اتفاقية بيرن التي تحمي حقوق المؤلف والملحن. أما أختها سميحة مراد فلحقت بها إلى أمريكا، وكانت قد مثلت فيلما واحدا مع نور الدمرداش عام 1951 اسمه طيش الشباب من إخراج أحمد كامل مرسي. أما ابنته الصغرى ليلى مراد التي حباها الله بصوت ليس له مثيل، ولكن كانت شديدة الخجل، فلم تستطيع أن تلفظ أمام والدها أغاني الحب والغرام، فعهد إلى صديقه الملحن داود حسني بتدريبها وتنشأتها النشأة الفنية الصحيحة، فلحن لها أغنيات البداية التي انطلق من خلالها صوتها الذي لن يتكرر. أما ابنه منير الذي كان اسمه الحقيقي موريس، فكان حبه للسينما شديدا أكبر من رغبة والده في أن يكون مطربا أو موسيقيا، رغم أن منير كان يعزف على آلة العود. ولكن منير بدأ حياته الفنية كعامل كلاكيت في السينما، ثم عمل مساعد مخرج مع المخرج حسن الصيفي،
وأنور وجدي فيما بعد، الذي لمح فيه موهبة الموسيقى، فأعطى له الفرصة الأولى للتلحين حين كلفه بتلحين أغنية 1 2 لشادية في فيلم ليلة الحنة، فأثبت جدارته ولاقت الأغنية نجاحا، وأظهرت ملحنا يتمتع بموهبة مميزة ونغم ذو روح شابة مصرية الطبع، وضعته في مصاف الملحنين الكبار. ولكن والده زكي مراد لم يعش ليشهد نجاح ابنه كملحن، حيث كان قد أدى مهمته ورحل عن دنيانا. وللفنان زكي مراد أعمالا كثيرة، أذكر منها صيد العصار يا سمك، في كناس يا ليل، هاتيلي يم عصفوري، أصل الوداد والمحبة. ورغم حب زكي مراد لقالب الطقطوقة والأغنية الخفيفة، إلا أنه أيضا سجل العديد من الأدوار لكبار الملحنين، أذكر منهم دور بين الدلال والغضب من ألحان داود حسني، مقام شوري. ولم يكن زكي مراد مجرد مطرب وملحن، ولكنه كان جذر لعائلة فنية ما زالت تعطي حتى يومنا هذا.